السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت لكم في فيديو جديد، وصفه جديده. اليوم غادي نشارك معكم واحد الوصفه او واحد الطبق صيفي ديال الحوت في الفران، حوته في الفران بالخضر اللي كتجي لذيذه وسهله. دغيا كنحضروها، غادي نوجدها في الفران، ندوزو المقادير وطريقه التحضير في نفس الوقت. هاد الحوته اللي غادي نشارك معكم كما كتشوفوا على هاد الشكل بحال هكا. حوته اي نوع ديال الحوت كديروا، واللي متوفر على حسب الكميه اللي بغيتو. انا هذا النوع ديال الحوت كما كتشوفوا اللي منقيه ومصوبه ومغسوله كما كتشوفوا حوته. وهنا بالنسبه للخضر اللي عندي اللي غادي ندير، عندي هنايا 3 الحبات ديال الخيزو، جوج حبات ديال البطاطا، واحد حبه ديال المطيشه الحامض هكا، تقريبا واحد 3 البصلات اولا 4 كصغيورين، الا كانوا كبار كديروا جوج. عندي جوج مزيودات ديال الحار وجوج طريفات ديال الحامض باش غادي نزين. وبالنسبه للتوابل عندي هنايا شويه ديال الثومه، سكينجبير، الخرقوم، التحميره، البزار، الكمون والقزبر يابس والملح على حسب الذوق، وشويه ديال الزيت والقزبر والمعدنوس. دابا غندوزو باش غادي نشرملو الحوته. غادي ناخدو هاد التوابل غادي نديروهم في واحد الطبسيل كاملين بحال هكا على هاد الشكل باش كنخلطوهم. ناخدو هاد القزبر والمعدنوس، كتكون واحد الكميه هكا باش كتجينا هاد الشرموله لذيذه. غادي ناخدو هاد نص حامضه وغادي نعصرو العصير ديالها. كناخدو العصير ديالها كنعصرو الحامضه، نص حامضه. ضروري هكا الحامض في الحوت باش كيجي لذيذ. صافي غادي نخوي هاد نص عصير ديال الحامضه، وغندير شويه ديال الزيت البلديه اولا الزيت الروميه بحال صافي. وغادي نخلط هاد الشرموله، والا كانت باقا هكا ناشفه كنزيدو لها واحد شويه ديال الماء. صافي كما كتشوفوا بحال هكا على هاد الشكل كنخلطها مزيان حتى كتخلط، كتولي بحال هكا. راه ما زدتش ليها الماء مع داك العصير ديال الحامضه. صافي بحال هكا على هاد الشكل. غناخدو الحوته وكنقسموها كنفلحوها في الجنيبات بحال هكا باش كيدخل فيها دوك التوابل. كنفلحها بحال هكا باش كيدخلوا فيها دوك التوابل بحال هكا على هاد الشكل. صافي غادي ناخد الشرموله وغادي نديرها فيها مزيان بحال هكا على هاد الشكل ومن الداخل. صافي غادي نخليها ترقد في هاد الشرموله. الا كان كاين الوقت راه كديروها بالليل وتخليوها تبات في هاد الشرموله باش كتجي لذيذه كتشرب ديك الشرموله، اولا كتخليها واحد نص ساعه ولا المهم على حسب الوقت. دابا غادي ندوز باش غادي نقاد الخضره. هنايا غادي نجيب اللاطه اللي غادي ندخل الفران. صافي من بعد ما جبتها كاين اللاطه اللي غادي ندخل الفران، غادي ناخذ اول حاجه ناخذ هاد البصله هي اللي غادي نقطع نديرها في التحت. صافي هنا من بعد ما قطعت البصله غادي نقطع خيزو حتى هو، غادي نحاول نرقو باش دغيا كيطيب لينا طيبونا الخضر في الفران، ما كياخذوش لينا الوقت بزاف. كنرققهم بحال هكا على هاد الشكل كيجيو رقاق، ما كنخليهمش غلاض لا هما لا البطاطا. صافي غادي نقطعهم هكا دواور ونعاود نقطع حتى بطاطا. كنفرشوها نفس الطريقه، كنفرشو خيزو ونفرشو البطاطا حتى هي. صافي هنايا من بعد ما قطعت خيزو كنقطع حتى البطاطا حتى هي دواور كما كتشوفوا بحال هكا على هاد الشكل. كنفرشوهم كاملين في اللاطه بحال هاد الطريقه. واي نوع ديال الخضر كديروهم، كاين لكم ديروا غير بطاطا والحوت ولا غير خيزو والحوت، وتزيدوا حتى الفلفله حتى هي لو متوفره، المهم على حسب الذوق. صافي من بعد ما قطعت الخضر كما كتشوفوا غادي نحط الحوته ديالي فوق الخضر بحال هكا على هاد الشكل. هانتوما كتجي بحال هكا
بهذه الطريقه كنحطها هكايا في الوسط صافي. كتجي ليها الخضر دايره ليها كامل الجنيبات ومن التحت صافي. وغادي ناخذ عندي هنايا هاد الحبه ديال المطيشه غادي نقطعها حتى هي دويورات وغادي نزين بها في الجنيبات والحامض حتى هو صافي. يعني من بعد ما قطعت مطيشه بحال هكا على شكل دوار غناخذ هاد الحامض وغنحطو بحال هكا من الفوق ديال الحوت كنزينو به بحال هكا بهذه الطريقه. ناخذوا هاد الحار حتى ونحطوه هكا في الجنيبات صافي. وهاد الشرموله اللي كتشات لنا كنحاولوا هكا نحطوها من الفوق ونزيدوا واحد شويه ديال الماء صافي. راه كتطلق لينا البصله ومطيشه هكا كتطلق لاصوص ديالها صافي. وغادي نغطيها باش غادي ندخلها للفران اللي كنشعلوه لاعلى درجه كيسخن باش كندخلوا ليه اللاطه ديالنا كنخلوها كطيب على خطره صافي. غادي نزيد لها واحد شويه ديال الماء باش ما تحرقش لينا الخضره صافي. غادي نجيب بابي كويسون وغادي نغطيها نغلفها ببابي كويسون بحال هكا بهذا الشكل ونغلفها ببابي لامينيو حتى هو صافي. كنغلفها هو الاول بهذا بابي كويسون وعاد ندير ليها بابي لامينيو من الفوق باش دغيا كيرجع ليها الصوت ودغيا كطيب. ناخذ بابي لامينيو نديرو حتى هو من الفوق صافي. دابا كنكون شعلت الفران وغادي ندخل ليه اللاطه ديالي ونخليوها هكا مجهد الفران باش دغيا طيب. ولا عندكم هكا الوقت راه كتنقصوا الفران تخليوه طيب على خطره. المهم هكا كنخليوه يطيب الخيزو البطاطا كيطيب هو اللي كياخذ الوقت وما الحوت راه دغيا كيطيب. غادي نخليها طيب على خطره من بعد ما طيب ونخرجها هكا ونوري لكم الشكل النهائي ديال اللاطه ديالنا ديال الحوته والخضر. هنا هي اللاطه ديالي ديال الحوت من بعد ما خرجتها كما كتشوفوا كتجي معلكه ديك البطاطا وداك الخيزو كتجي طايبه ولذيذه كما كتشوفوا هانتوما كيفاش كتجي معلكه. كتجي الحوته حتى هي طايبه هي هذيك تقريبا كتاخذ واحد ساعه اولا ساعه ونص المهم على حساب الفران ديالكم. هذا هو الشكل النهائي ديالها. نتمنى تعجبكم وتجربوها وما تنساوش تشتركوا معايا في القناه وتدعموني باش يبقى يوصلكم كل جديد وبصحه وراحه.